أم الربيعين، سعيدة أنا بشعور الانتماء، أحسها جنة وجت من السماء، حالات وذكريات شريكة الحياة، تستاهل العمر أم الربيعين، الموصل تظل بروحي للأبد، الموصل. في تربية نينوى إلى جنوبه، هذه الحضارة والخروف. طبعا هذا الموكب تنفيذ معهد الفنون الجميلة للبنين، عنوان الموكب نينوى التاريخ والحضارة، العطاء العلمي لنينوى من آشور إلى يومنا هذا. طبعا الموكب واحد ورا الثاني، الأول يمثل الحضارة القديمة من آشور، يليه مستقبل العلم. آشور هانيبال بنيت أعظم مكتبة في العالم، تضم أكثر من 30,000 لوح ديني. شاركت المديرية العامة لتربية نينوى بموكب جميل ورائع جدا، وهو من أعمال معهد الفنون الجميلة من الأساتذة الأعزاء. كل الشكر والتقدير لإدارة معهد الفنون الجميلة متمثلة بالأستاذ العزيز الأستاذ رعد وكادره الرائع وكادره الفني الرائع على هذا الإنجاز الرائع الذي مثل فعلا المديرية العامة لتربية نينوى بكل تفاصيلها التربوية العلمية والطلابية. وأيضا الشكر موصول لإدارة قسم الإعداد والتدريب متمثلة بالست أسماء الجبوري على متابعتها المستمرة لإنجاز هذا العمل الرائع. والشكر أيضا للجنة الفرعية في المديرية العامة لمهرجان الربيع. شكري الكبير لطلبة معهد الفنون الجميلة على هذا الحضور الرائع والذي جسد تاريخ محافظة نينوى منذ القدم وإلى يومنا هذا المكان. سأكون أول الداعمين لمعهد الفنون الجميلة من أجل استحصال البناية الجديدة لهم، وهذا سيكون من ضمن أعمالنا القادمة في الأيام القادمة متابعة هذا الموضوع بشكل جيد. نينوى هي أرض السلام، أرض العطاء، أرض البناء، وأرض الحضارة. اليوم موكب الخاص بالمديرية المتمثل بعنوان نينوى تاريخ وحضارة، يتسيد مواكب مدينة الموصل ويمر من أمام منصة الاحتفالات ابتهاجا بمهرجان الربيع. ها هي تربية نينوى دائما تشرع وتكون صاحبة الإنجازات في هكذا مهرجانات كبيرة، تؤدي كل الفعاليات الراجلة والمواكب المحمولة. شكر ومحبة كبيرة إلى السيد مدير عام تربية نينوى الأستاذ خالد عبد العزيز المصرف، وإلى الأخت الست أسماء الجبوري مدير قسم الإعداد والتدريب، وإلى كافة اللجان المشاركة التي أشرفت على هذا العمل. بالشكر والتقدير والامتنان إلى الكادر الفني المتخصص الذي بذل جهود كبيرة في إنجاز هذا العمل من تدريسي معهد الفنون الجميلة. ومن موكب المديرية العامة لتربية نينوى شاركنا اليوم بقردوس راجلة يمثل الحقبة الآشورية. ضم هذا القردوس 3 ملوك، آشور بانيبال وسرجون الأكدي وسميراميس، حيث مر هذا القردوس من أمام منصة الاحتفالات بمسيرة منظمة، ومن ثم قدموا الملوك أنفسهم وما قدموه لمدينة موصل القديمة من بناء ومعابد ومدارس.